خاض الرباعي الرجاء الرياضي المتوج بلقب كأس أفريقيا للاعبين المحليين حصة تدريبية خاصة قبل الانضمام إلى المجموعة استعداداً لاستحقاقات الجولة الافتتاحية من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وأجرى كل من بوشعيب العراسي، صابر بوغرين، محمد بولكسوت والمهدي مشخشخ حصة تدريبية خاصة رفقة المعد البدني، على اعتبار أنهم انضموا إلى التدريبات بعد فترة راحة بسبب تحقيقهم لقب كأس إفريقيا للمحليين بكينيا. وبعد ذلك انضم الرباعي المشارك إليه إلى التدريبات. ولن تكتمل صفوف الرجاء الرياضي قبل مواجهة الفتح الرباطي السبت المقبل إلا بانضمام كل من يوسف بالعمري والمهدي الأحرار المتواجدين مع المنتخب المغربي. أبدى الطاقم التقني والطبي للرجاء الرياضي تخوفه من الإرهاق البدني الذي قد يطال مدافع الفريق يوسف بالعمري بعد مشاركته المكثفة مع المنتخب المغربي في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية، بداية بمشاركته في بطولة الشان ثم خوضه المباراتين الرسميتين مع المنتخب الأول أمام كل من النيجر وزامبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. وأن الطاقم الطبي طلب بمنح بالعمري فترة راحة مناسبة قبل مواجهة الفتح الرباطي لتفادي أي مخاطر الإصابة وضمان جاهزية اللاعب للمباريات القادمة. ويتوقع أن يتخذ المدرب الرجاء الرياضي القرار النهائي في الساعات القادمة معتمداً على توصية الجهاز الطبي.